هنستخدم واحدة من البطاطس النية متوسطة الحجم. هنفرمها كويس جدا، نفرمها ناعم. وهننزل عليها بواحدة من البصل، نفرمها معاها ناعم جدا برضو. وهننزل عليهم باللحمة مفرومة، الكمية حسب الرغبة. خلطنا المكونات كويس جدا كده. هننزل على بقى اللحمة بيه معلقة كبيرة من الدقيق، وعليها شوية من البيكنج باودر، نص معلقة كده، وفلفل اسود بردك نص معلقة، معلقة من الصغيرة، قرفة وجنزبيل ربع معلقة وربع معلقة كده، وبهارات لحمة، وشوية من السكر، حوالي نص معلقة سكر. ونعجن بقى كويس جدا بايدينا لحد ما تعمل معانا فيها كده خيوط، نيجي نقطع اللحمة من بعضها نحس ان في خيوط كده، عشان الحتة دي مهمة جدا. نزلنا معلقة كبيرة من النشا، اي بقى حاجة رفيعة كده عاملة زي السيخ. هنصبحها كده بقى زي الكفتة. هتشوفي المنظر في النهاية فظيعة بجد، رهيبة. القطعة الأخيرة دي هنعملها سوا مع بعض، برجر. نعملها برجر مع بعض، طلعت تحفة. هتشوفوها من جوه عاملة ازاي، بس اهم حاجة غطي عليها وهي على النار عشان تستوي كويس. بص بقى، ولا كش ولا اي حاجة، وعجب الاولاد كمان اكتر من الكفتة، فرحوا بيه. تلاقي نفسك بعد كده عملتيه مخصوص اصلا برجر. بس بقى الكفتة من جوه كمان تحفة، لا يمكن تصدقي ان جواها بطاطس وبصل وحاجات مفيدة وصحية، بتضاعف لك الكمية بتاعة اللحمة. دي فظيعة. متنسوش تشوفوا الرز الكذاب ده مش رز. متنسوش تشوفوا الفيديو ده موجود على الصفحة. منتظرة رأيكم بقى، والسلام عليكم.